مبابي النهاردة عمل ماتش عالمي قصاد الدنمارك، وهو أصبح على بعد كسر رقم جديد قياسي. يا ترى ايه هو؟ تعال أقولك. في مباراة قوية جدا بين فرنسا والدنمارك، كانت مباراة تنافسية جدا واللي انتهت ب2-1. واللي سجل الهدف الأول لفرنسا هو كيليان امبابي، وبعدها تعادل كريستنسن لاعب منتخب الدنمارك، ويجي امبابي في الدقيقة 85 ويسجل هدف الفوز لفرنسا، وتنتهي المباراة بفوز فرنسا 2-1. امبابي علشان يرفع امبابي رصيده أهدافه في البطولة لحد الآن 3 أهداف، علشان كمان يتساوي مع ميسي في عدد الأهداف ب7 أهداف، واللي شارك فقط بس تسع ماتشات، في حين إن ميسي شارك في 20 مباراة مع منتخب الأرجنتين وسجل على 7 أهداف فقط، وهو على بعد هدف واحد من كسر رقم كريستيانو رونالدو اللي مسجل 8 أهداف في 18 ماتش، وبكده يصبح هو أقرب المنافسين لرونالدو، وبكده ياخد مبابي جائزة رجل المباراة في مباراة فرنسا والدنمارك.